هلا، شلونكم؟ اليوم سويت لكم الدولمة العراقي على أصولها، طريقة سهلة وبسيطة. بالبداية أهم فقرة إنه يكون تمن عنبر، لأن راح ينطي طعم ونكهة تجنن. حطيت لحم ثارمته بالإيد ولية، طبعا لحم غنم وبصل وفصين ثوم، وراح أخلي طماطة واحدة، وخلي كرفس ومعدنوس ونعناع. إذا ما عندكم معدنوس عادي مو إشكال. وهنا راح أخلي خاشوقتين كبار معجون. كبرت الطاسة لأن ديجا كانت كلش صغيرة. خليت نص زيت زيتون، خليت كاتشب حار، طبعا هاي الإضافة كلش راح تعطي طعم ونكهة طيبة. خليت عصير نارنج بجمدته، وخليت دبس الرمان. وهنا استخدمت الخلاية من ماركة فاكر، خليت بيها البصل حتى يطلع لنا لين. خليت الضلوع وخليت الباقلة ورشة الملح لا تنسوها. وهنا بديت أصفط البصل والطماطة والفلفل الأخضر، ووراها بديت ألف السلق. بنات ملاحظة، أنا من راح أخلي الدولمة على النار بدون أي مي، يعني هو المي منه بيها، لأن أنا ضفت هواي عصير نارنج وغير. هذا تشوفون هذا المي أنا نهائي ما ضايفته، ما عدا خاشوقة معجون حتى يصير لونها على حمار. وهنا كملت دولمتنا بعد ساعة ونص. أخليها على نار هادئة حتى يستوي الضلوع. علينا وعليكم ألف عافية.